في اساسيات كده لازم تكون عارفها قبل ما تبدا في مجال المونتاج، وهو اصلا يعني ايه مونتاج؟ كلمه مونتاج هي اصلا كلمه فرنسيه ومعناها بالعربي يعني تحرير الفيديو. والمونتاج هو عباره عن ترتيب المشاهد ورا بعض علشان خاطر توصل لك فكره معينه. وعندنا نوعين من الفيديوهات، اي رول وبي رول. والاي رول هنا بيكون هو عباره عن الفيديو الاساسي، والبي رول بيكون عباره عن المشهد او الفكره اللي انت عايز توصلها للمشاهد. وفي البداية قبل ما تبدأ تشتغل في مجال مونتاج الفيديو لازم تكون عارف هو يعني ايه اصلا فيديو، وكمان تكون عارف المقاسات اللي انت هتشتغل عليها. والفيديو هو بيكون عبارة عن مجموعة صور بتتحرك ورا بعض فبتدي لك وهم الحركة وبيكون ناتج عنها الفيديو. وسرعة الصور جوه الكاميرا بتكون عبارة عن 24 فريم في الثانية الواحدة. وهنيجي هنا بقى ونسأل يعني هو ايه فريم ريت؟ سرعة وعدد الصور اللي في الفيديو دي بيكون اسمها فريم ريت. واول فيديو اتعمل اتصور ب 12 فريم ريت للعالم الفرنسي لويس لوبرينس سنة 1888، وكانت مدته اقل من ثانيتين، وده كان يعتبر اقدم فيديو متصور في التاريخ. ومع دخول الصوت في السينما احتاجوا حركة انعم وكمان صوت يكون ثابت، لان ال 24 فريم بيدي موشن بلور طبيعي، وكان اقل من كده بيعمل رعشة، واكتر من كده كان مكلف جدا وقتها من غير فايده. ولو انت محتاج تعمل سلو موشن فانت هنا هتكون محتاج تزود الفريم ريت ل 60 فريم او ازيد. وعندنا وحده قياس الفيديو هي اف بي اس، ودي اختصار كلمه فريم بير سكند، وهي عدد الاطارات في الثانيه الواحده. وتعالى بقى دلوقتي اوضح لك الريزوليوشن واحجام الفيديو اللي انت هتشوفها. وعندنا هنا ال HD اللي هو 1280 في 720. وعندنا كمان الفول اتش دي وهو بيكون عبارة عن 1920 في 1080. وعندنا ال 2K اللي هو 2560 في 1440. وعندنا كمان ال 4K وهو بيكون عبارة عن 3840 في 2160. واحنا حاليا يعتبر ما بنستخدمش ال HD وبنستخدم الفول HD او ال 2K او ال 4K. وال 4K هنا هو عبارة عن ضعف الفول اتش دي، وده يبين لك بقى انت عايز تشتغل على الفيديو بأنهي حجم. وعندنا حاجة كمان اسمها اسبكت ريشيو، تعالى اوضح لك بالظبط هي ايه. وده بيكون عبارة عن نسبة وتناسب الفيديو اللي هيكون هيتعرض على منصات السوشيال ميديا. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف كل جديد على القناة. اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.